الخوت في هذا الفيديو غادي نشوفوا اللائحه ديال المنتخب المغربي اللي تم الاستدعاء ديالها من قبل الناخب الوطني وليد الركراكي، واللي عرفات مجموعه من التغييرات الكبيره جدا والمفاجئه، بحيث انه غنشوفوا الغياب ديال بعض اللاعبين اللي كانوا كيمثلوا العمود الفقري المنتخب المغربي في البطولات الفارطه، بحال الاقصائيات ديال كاس افريقيا والاقصائيات ديال كاس العالم وايضا بطوله كاس العالم في قطر 2022. هاد اللائحه هذه اللي غادي نشوفوا اليوم غادي نعرفوا ايضا السبب ديال الغيابات ديال مجموعه من اللاعبين، وغنعرفوا علاش ما تمش استدعاء على بعض اللاعبين اللي كانوا مهمين، وغنشوفوا ايضا القضيه ديال لامين. اذا لائحه المنتخب المغربي الوديتين ديال المقابلات ديال ليبيريا وبوركينا فاسو، في الحراسه المرمى عندنا 4 ديال الحراس تم الاستدعاء ديالهم اللي هما ياسين بونو، مدير المحمدي، والمهدي بن عبيد، ويوسف المطيع. كنأكدوا على ان ياسين بونو ومنير المحمدي هما ديجا كانوا حراس قبل، والحراس الجدد هما المهدي بن عبيد حارس ديال الجيش الملكي، ويوسف مطيع هو حارس ديال الوداد البيضاوي اللي قدم واحد الموسم رائع مع الوداد البيضاوي السنه الفارطه. في وسط الميدان سفيان أمرابط، أمين ريتشاردسون، أمين حارث، إسماعيل الصابري، بنجامين بوشويري، بلال الخنوس، وعز الدين أناحي، بالإضافة إلى سليم أملاح. فوسط الميدان غادي نشوفوا ظهور ديال بعض اللاعبين. كيف كنعرفوا أن سعيد أمرابط هو لاعب قديم بالمنتخب، امير ريتشارلسون هو لاعب ديال المنتخب المغربي الاقل من 23 سنه اللي قدم مستوى عالي في كاس افريقيا اقل من 23 سنه، واللي استطاع انه يتوج مع المنتخب بكاس افريقيا ضد المنتخب المصري. امين حارس لاعب ديجا كيلعب في المنتخب. اسماعيل السيباري هو لاعب ايضا لاعب فريق بي سي في ايندهوفن، وهو لاعب في المنتخب المغربي لكن اقل من 23 سنه، اول مره غتتم المنادات عليه في وسط الميدان. بنيامين بوشواري حتى هو لاعب منتخب المغربي الاقل من 23 سنه اللي كيلعب في وسط ميدان، وقدم مقابلات رائعه رفقه الاسود في كاس افريقيا اقل من 23 سنه. بلال الخنوس لاعب رائع جدا، هو ديجا لعب في وسط الميدان المنتخب المغربي. عز الدين اناحي وسليم املاح وسط الميدان المعروفين. فيما يتعلق بالدفاع عندنا اشرف حكيمي، غانم سيس، نايف اكرد، ناصير مزراوي، عبد القادر عبقار، يونس عبد الحميد، جواد يميق، ويحيى عطية الله. اذا اخوتي كيف كتشوف معنا في الدفاع جميع اللاعبين بقاو هما لكن كنشوفوا فقط ظهور بعض اللاعب اللي هو عبد القادر عبقار. عبد القادر عبقار هو لاعب، هو يونس عبد الحميد اللي كيلعبوا في المنتخب المغربي قل من 23 سنه، لكن الغياب اللي شاتنا هو غياب ديال لاعب ماسينا، بالاضافه الى الغياب اللاعب اشرف داري، وايضا لاعب فريق الرجاء البيضاوي بدر بانون. فيما يتعلق بالهجوم غادي نشوفوا انه تم الاستدعاء على زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، وليد شديره، يوسف نصيري، ايوب الكعبي، عبد الرزاق حمد الله، ابراهيم صلاح، ثم امين عدلي. زكريا ابو خلال لاعب سبق له انه مثل المنتخب، عبد الصمد الزلزولي ومن لا يعرفوه، اضافه الى وليد شديره، ثم يوسف نصيري، وايوب الكعبي اللي هو لاعب منتخب المغرب الوطني سابقا، لكن لو ما مشاش معهم في المونديال 2022، لكن تمت العوده ديالو، خصوصا انه دابا كيلعب مع فريق اولمبياكوس اليوناني. عبد الرزاق حمد الله من لا يعرفوه، ابراهيم صلاح لاعب جديد اللي هو فار لاعب مهاجم منتخب مغربي الاقل من 23 سنه، وايضا امين عدلي مهاجم جديد. لكن كان في الهجوم كنشوفوا غياب بعض اللاعبين. اولا هو بوفال لاعب المنتخب المغربي رائع، لكنه بسبب الاصابه تم الاستبعاد ديالو. ايضا عندنا حكيم زياش اللي ما تمش المنادات عليه بكل بساطه لانه كيعيش ظروف صعبه جدا، بحيث انه كيفتقد التنافسيه بعد الجلوس ديالو على الدكه مع فريق تشيلسي، وايضا اليوم هو مع غالاتا سراي. اذا نتمنى انكم تخليو لينا في الكومونتير شنو هما اللاعبين اللي كيبانوا لكم انهم كانوا كيستحقوا يكونوا في المنتخب المغربي وما كانوش، وشنو هما اللاعبين اللي كاينين وما يستحقوش يكونوا، شنو هما اللاعبين اللي خاصهم يكونوا. ما تنساوش خليو لينا واحد جيم، واحد لايك لهذا الفيديو، تهلاو لنا في راسكم.